السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناتنا، قناة يوميات محمد جمال، وقناتنا التانية قناة محمد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أم جاسر أم جاسر أم جاسر أم جاسر اللي فضحت طليقها وفضحت اللي جابوه. فضحته لما حبت ترجع له. انا مش عارف يا ام جاسر، انت مش قلتي انا زي اختك؟ انت مش قلتي يا ابن الحلال هات حاجتي اللي عندك وكل واحد يبقى في حاله وكل واحد يشوف طريقه؟ مش ده اللي حصل ولا ده ما حصلش ولا ايه؟ لما لقيت الواد بقى بيعمل بقى لايفات على التيك توك وداخلاله بنات وبنات صغيره واشكال بسم الله ما شاء الله، يعني تحل من على الحبل المشنقه، والواد بدأ يتكلم معاهم وبدأ يلاغي وبدأ يتلاغى. قالت لك لا، ده فرصة بالنسبة له، ده كان فرصة بالنسبة لي، وانا مش هلاقي زيه تاني، مش هلاقي عيل صغير زي ده ان انا اتجوزه تاني. تمام؟ فكان فرصة بالنسبة له. فحبت ترجع له وجابت ورا وكلمته. المعلم بقى راح مديها الصدمة، راح مديها القضية في الحتة الفاضية. قال لها ايه؟ عايزين ارجع لك؟ قالت له اه. قال لها انا عايز 2 مليون جنيه. طبعا ام جاسر بتتكلم وهعرض لكم الفيديو، بتقول ده عايز مني 2 مليون؟ هو انا معايا 2 مليون؟ هو احنا هنستعبط بقى يا ام جاسر؟ هو احنا هنستعبط؟ انت معاكي اكتر من 2 مليون. انت رجعت في اول الفيديو قلت وانا معايا مليون ولا معايا 2 مليون؟ انا مش معايا الفلوس دي او المبلغ ده. رجعت في اخر الفيديو قلت ايه؟ قلت انا ممكن اديله اكتر من 2 مليون بس ما بحبش حد يستغفلني. مش ده اللي حصل؟ والفيديو كله ما هعرضه لكم دلوقتي، الفيديو هيتعرض دلوقتي وهي بتتكلم. احنا مش عارفين بصراحه. طب ايه؟ طب انت اتطلقتي ليه لما انت عاوز ترجعي له؟ ده انت فضحتيه وفضحت اللي جابه. هيديكي الامان تاني ازاي؟ انا عايز افهم هيديكي تاني الامان ازاي؟ ده انت شرطتيه يا شيخه، قلت ده مش راجل وما بيصرفش عليا وجيبه فاضي وانا اللي لبسته وانا اللي باكله وانا اللي بنيمه وانا اللي برضعه. ايه ده؟ ثم ثواني بقى، في نقطة هنا والناس هتشوفها في الفيديو. قالت ده عايز 2 مليون ليه؟ هو انت كنت مين؟ هو انت بروحين؟ راحت قايله كلمة وسخة انا استحي ان انا اقولها، لان في بنات وفي اطفال وفي حريمه تتفرج على الفيديو، فانا كراجل استحي اقولها. طبعا انتوا هتسمعوها منها وانتوا اللي هتحكموا عليها يعني، لان الانسانه دي بيئه جدا جدا. وبعد ما قالتها قالت استغفر الله العظيم يا رب، ورجعت في اخر الفيديو قالت ايه؟ قالت اعذروني على الكلمه الوسخه اللي انا قلتها. يعني ازاي انت فاتحه لايف في ناس بتتفرج عليكي، في المحترم وفي اللي مش محترم، في البنات وفي الصبيان وفي الناس الكبيره في الصغير وفي على كل لون يا باتيستا يعني. ليه تقولي كلمه وسخه زي دي في اللايف؟ يعني انا اعتب عليكي في الكلمه اللي انت قلتيها دي، انا كراجل استحي اقولها. مش حال انت بقى واحده ست، مش حال انت واحده ست. ما ينفعش، ما ينفعش. وبعدين احنا كنا خلصنا من الموضوع بتاعك ده، والراجل اداكي حاجته وقلت له يا ابن الناس انا بكلمك من كذا، بعمل كذا ايميل وكذا صفحه وبكلمك من عليه، كل ما اكلمك تبلكني، كل ما اكلمك تبلكني. وقلت له انا عايز حاجتي والراجل ادالك حاجتك. خلصنا بقى، خلصنا. ايه بقى لازمتها بقى انا راجع له تاني ومش راجع له تاني؟ ما هو لازم يعمل كده، ما انت اللي رجعتي، ما انت اللي جبت ورا، انت اللي جبت ورا. وهو ده اللي يمشي مع امثالكم، ده اللي المفروض يمشي مع امثالكم بصراحه. انت قلت عليه ما بيصرفش وجعان وانا اللي بديله وانا عايزاه يعمل لك تاني ازاي؟ يعني عايزاه يعمل لك تاني ازاي؟ اللبن بقى لما بيتعكر هل حد بيشربه؟
يعني انا اجيب لبن دلوقتي وارش عليه شويه رمله او شويه تراب، ينفع ان انا اشربه؟ خلاص اللبن اتعكر، ما ينفعش ان هو يتشرب تاني، ما ينفعش حرفيا ان هو يتشرب تاني. تعال نروح للفيديو وهي بتتكلم بتقول بكر او بكار طليقها حبت ترجع له، قالت هو عارف ان انا بموت فيه، هو عارف على يقين ان انا بموت فيه، تمام؟ عشان كده طلب ال2 مليون وهو جابها بهزار، بس دايما الهزار بيبقى جد. هو ايه، هو بروحين ولا ايه؟ وتعالوا اسمعوا الكلمه التانيه اللي هي قالتها في وسط الايه، في وسط الفيديو. تعالوا نروح للفيديو نرجع لكم تاني، يلا بينا. اول مساومه ان انا ارجع له طلب 2 مليون، ان انا ما عنديش 2 مليون والله. عملها بهزار، اصلك احسن حاجه تطلعوها وقت الجد هو ساعه الهزار. قال لو انت، لان هو شايفني بموت فيه، قال لي لو انت عايزه نرجع اديني 2 مليون، على اساس ان هو بمشترك، هو بروحين بتاعه باتنين. استغفر الله العظيم يا رب. عايز ميه. الميه انا هجيب لك من الميه في الكولدير، خد حط الكوبايه، انت متكل لدرجه ان انا اجيب لك الميه؟ روح يلا اتصرف يلا، في فلتر هناك بالله عليك شربه الله يسترك. سخن. اديله سقعه، اديله اي حاجه، كلها متكله عليا والله، حاجه تتعب والله، حاجه تتعب، حاجه تتعب والله. المهم بتضحكوا، انا اسفه والله على اللفظ اللي قلته. اديني 2 مليون وانا ارجع لك. قلت له لا، قلت له مش هدي، مش هدي عشان معيش ال 2 مليون، لا مش هدي عشان ما بحبش المساومه، وهو اللي علمني ان المساومه غلط. يعني لما ملك ابني يقول لي اقول له تعالى روح اشتري. والله المفروض وزاره الداخليه تحاسب الناس دي، والله العظيم المفروض وزاره الداخليه تحاسب الناس دي على الالفاظ اللي بتطلع من لسانها. لسانها بينزل قرف، لسانهم بينزل قرف. ايه اللفظ اللي انت قلتيه على اللايف؟ يعني انا حرفيا انا اتفاجئت باللفظ ده. ايه ده؟ ايه اللفظ اللي انت وفي الاخر تقولوا يسامحوني على اللفظ اللي انا قلته؟ انت مش فاهمه ان انت لما واخده في الكلمه انت بيخش لك 1000، تمام؟ 1000 مشاهد على اللايف مثلا، او 900 او 500. انا مش فاهم ليه اللفظ اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ ليه اللفظ ده؟ انت بينك وبين واحد مشكله، بلاش الالفاظ الوسخه، بلاش الالفاظ دي. في اطفال وفي حريم وفي بنات وفي ده وفي ده وفي ده وفي ده. ليه تشيلي نفسك ذنوب يا ست؟ انت شيلي الذنوب زي ما انت عايزه. ليه تشيلي اللي بيتفرج عليك ذنوب؟ ليه؟ ما انت بتشيلي معاه برضو. وبعدين عمره ما هيرجع لك، عشان يبقى عندك خلفيه، عمره ما هيرجع لك تاني. انت خلاص يا ماما، انت ما اديتلوش الامان. انت ما اديتلوش الامان يرجع لك تاني، تروح واخده مزاجك منه وتروحي سايباه زي ما سبتيه، وترجعوا تلقحوا على بعض تاني. والتلقيح كان منك انت، يعني هو التلقيح كان منك انت اكتر. انت اللي ما كنتيش ساكته، ما كنتيش همدانه. انا مش عارف، المفروض ان ست كبيره وعاقله، المفروض انت اكبر منه. ده انت مسحت بكرامه ام الارض. ايه ده؟ ايه ده؟ طلب 2 مليون، هو عايز يامن نفسه، يامن نفسه. هتديله 2 مليون عشان لو انت بعتيه ال2 مليون يروح يتجوز بيهم واحده ثانيه. ده الطبيعي. وما انت عايز يعمل لك ايه يعني؟ عايز يعمل لك ايه؟ وبعدين انت اتدندفت ورجعتي له تاني، ما انت مش قلت خلاص المفروض الواحد بيتف تف ما يرجعلهاش تاني؟ رجعت لها ليه تاني بقى؟ لما لفته وبرمتي ما لقيتيش غيره. وبعدين انت عايز حاجه معينه في دماغك، انت عايز حاجه معينه في دماغك لما مفيش جواز دلوقتي. وبعدين مين هيرضى بيكي؟ مين هيرضى بيكي؟ هو بروحين، هو بروحين، بروحين. فمش عارف بصراحه، مش عارف ام جاسر عايزه ايه مننا، عايزه ايه مننا يا ام جاسر؟ انا مش فاهم. واحد دلوقتي انت قلتي خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، رجعتي له تاني ليه؟ رجعتي له تاني وعارفه، وانت بتقوليها، بتقولي عارف، هو عارف ان انا بموت فيه. طب لما انت بتموتي فيه سبتيه ليه؟
سبتيه ليه؟ كنت خليكي ماشيه على المبدا اللي انت ماشيه عليه، واصرفي عليه واديله وبتاع، وخديه في حضنك واديله الرضعه وبتاع. ما انت زي امه. هو في مثل بيقول لك ايه؟ من همه خد واحده قد امه. اكيد هو عنده هم، عشان كده خدك. انما نرجع تاني بعد ما تتطلقي منه وتقول له هات حاجتي ومش حاجتي. وعلى فكره هي كانت حجه، كلمه هات حاجتي اللي عندك ومش هات حاجتي دي كانت حجه مش اكتر. دي حجه فاضيه مش اكتر. هي كانت بتتحجج انها تاخد الحاجه منه عشان تشبط معاه كلام، عشان عاوزه ترجع له تاني. ما لقيتش معاه كلام، جابتها له على بلاطه وراحت ايه راجعه له بقى. انا عايزاك وبتاع مش عارفه ايه. راح قال لها انا عايز 2 مليون جنيه منك. 2 مليون جنيه؟ يا نهار ازرق. امال انت عندك كام؟ ده انت في اخر الفيديو قلت انا ممكن اديله، بس ما بحبش حد يستقرضني. يعني انت قلت ممكن اديله. شفتوا بقى يا شباب؟ شفتوا ان الناس دي معاها فلوس؟ الناس دي معاها فلوس. الناس دي بتعمل فلوس حلوه من التيك توك. الناس دي بتستغفلنا احنا وبتعمل ترندات. اه والله. ومين عارف، ممكن بكره وبعده هيرجعوا لبعض، ويبقى الحوار ده كله افتكاسه وحوار اونطه وحوار ترندات. اه والله. حوار ترندات عشان الريتش بتاعهم يعلى. والواد برضو على فكره، عاوز اقول لكم الواد برضو عمل صفحه لنفسه وبيتربح منها والدنيا ماشيه معاه ايه؟ فل الفل. احنا بقى اللي بنديهم الفرصه، احنا اللي بنديهم المشاهدات، احنا اللي السبب في الرزق اللي هو بيخش لهم. الرزق اللي هو عن طريق التفاهه. عن طريق التفاهه والله العظيم. لما نسمع حاجه زي كده، ونسمع واحده على اللايف بتقول كلمه وسخه زي دي، وترجع تقول استغفر الله العظيم يا رب. بتقوليها ليه؟ بتقوليها ليه؟ انت واحده ست. انت فاهمه ان انت واحده ست يا ماما، انت مش راجل. ازاي بتقولي لفظ زي ده؟ انت قاعده في المذبح، انت فاتحه لايف مصر كلها بتشوفك. الله اعلم انت عندك كام متابع، بس اكيد عندك متابعين كتير. اطفال بتتفرج عليكي، ونساء بتتفرج عليكي، ورجاله كبار بيتفرج عليكي، وشباب بيتفرجوا عليكي. وهتلاقي كميه شتيمه وكومنتات شتيمه عليكي بالهبل لما تقولي لفظ زي ده وسخ. ده بصراحه التيك توك لامم. والله العظيم التيك توك ده عباره عن شارع، عباره عن منطقه شعبيه زباله. عباره عن منطقه شعبيه زباله لما بنسمع فيها الالفاظ دي. انت قلت هو بروحين، عدي يا ليله. تمام. خلي اللي يفهمها يفهمها، واللي ما يفهمها اللي ما يفهمهاش ما يفهمهاش. رحت مفسره الكلمه ليه؟ ليه افهمها انا دي؟ بيني خلاف وبين طريقك، اطلعي اتكلمي انتقدي اشتمي اي حاجه، انما ما تقوليش الفاظ خارجه. ما تقوليش اصل هو باتنين. ايه اللي هو باتنين ده؟ يعني هو باتنين في حاجه هو باتنين؟ لا اله الا الله. عيب عيب، احنا الناس بتتفرج علينا. عمري ما انا اقدر اطلع اعمل فيديو واقول لفظ خارج. عمري ما اقدر اطلع اعمل فيديو واقول لفظ خارج. انا اللفظ اللي انت قلتيه انا ما رضيتش اقوله. اللفظ اللي انت قلتيه انا ما رضيتش اقوله. انا مش فاهم بصراحه الناس دي هتوصل لحد فين. المفروض وزاره الداخليه يبقى ليها دور في الكلام ده كله، زي ما حبوا يجيبوا كروان مشاكل. تمام. عشان رفع المنديل او رفع الملايه. تمام. يجيبوا الناس دي. واحده زي دي بتقول الفاظ خارجه. الفاظ خارجه. خدش حياه الاسره. المفروض دي تتجاب. المفروض دي تتجاب وتتحاسب. على الاقل ما فيها قرصه ودن، عشان لما تيجي ترجع تاني ترجع على الشاشات والناس تسمعها بكل ادب واحترام، وتبقى عرفت ان الكلام ده غلط وما ينفعش ان احنا نقوله على ايه؟ في مجال السوشيال ميديا. لان الناس كلها، احنا كمصريين ما ينفعش. احنا كمصريين حد من الخليج او من هنا او من هنا او من هنا هيسمع لفظ زي ده يقولوا علينا ايه؟ يقولوا علينا ايه؟ كفايه فضايح. كفايه فضايح على التيك توك. يعني هي شحاته وقلنا ماشي. طب الكلام الوسخ ده ما ينفعش. حسبي الله ونعم الوكيل بجد. بينك مشكله وبين طليقك حلوها مع بعض، او اطلعي اعملي فيديو تمام، بس ما تقوليش لفظ خارج زي اللفظ اللي اتقال ده. هو بروحين، اصل هو مش عارفه ايه. ما ينفعش. المفروض وزاره الداخليه والله يبقى ليها دور في الحوار ده، وتجيب الست دي وتحاسبها. انت قلت 1 2 3 بالفيديو بالصوت والصوره، فما هو قولك المفروض يحاسبوها.
انما بالطريقه دي كده هتخلي غيرها يقول ويقول ويقول والموضوع يتمادى. بس وبكده خلص معانا الفيديو. حبايبي واخواتي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم، ففضلا وليس امر اللايك الجميل بتاعك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. وفي نهايه الفيديو بتاعنا اقول لكم سلام عليكم.